هل المزلقات بتأخر الحمل؟ القصة اللي محدش بيحكيها. كانت لسه عروسة جديدة متجوزة من شهور قليلة، وكل مرة تيجي تقرب من جوزها تحاول تبدأ علاقة، الجفاف والألم بيمنعوها. وبدل ما تستمتع دماغها بتزن، يا ترى المزلق هو السبب في تأخر الحمل؟ السؤال ده محير ناس كتير، عشان كده خلينا نحكي قصة ببساطة بس كأنك شايفها قدامك في فيلم. المشهد الأول، ده حيوان منوي تايه في الزحمة. تخيلي الحيوان المنوي راكب تاكسي بيعدي وسط البلد في عز الزحمة، داخل من المهبل بيعدي عنق الرحم رايح على قناة فالوب عشان يوصل للبويضة، لكن الطريق فيه مطب اسمه جل مزلق. لو الجل لزج يعطل السواقة، لو الجل زلق زي الصابون ممكن يساعد التاكسي يوصل أسرع. هنا بنفهم إن مش كل المزلقات زي بعض، في منها بيساعد وفي منها بيعطل وفي منها بيوقف الطريق خالص. أنواع المزلقات وتأثيرها على الحمل. المزلقات الصديقة للخصوبة هتلاقي مكتوب عليها friendly أو لا تؤثر على حركة الحيوانات المنوية. دي مصممة مخصوص عشان تكون خفيفة، ما تبطئش الحيوانات ولا تقتلها، ممكن تساعد على الحمل لو العلاقة مؤلمة. المزلقات المائية الووتر بيزد مصنوعة من المية، لو مكتوب عليها ماء بس تمام. لو فيها سكر أو جليسرين سيبك منها، ممكن تعمل لك التهابات وتزعج البكتيريا النافعة. مزلقات السيليكون بتدي ترطيب أفضل وتدوم وقت أطول، مناسبة للجفاف الشديد لكن ما تستخدمهاش في وقت التبويض. المزلقات الزيتية أو زيت زيتون جوز الهند، فكري في حمل يبقى لأ. بتستخدمي عازل برضو لأ، الزيت ممكن يبوظ العازل أو يسبب التهابات. المزلقات المنع للحمل بتحتوي على مواد بتموت الحيوانات المنوية، ممنوعة لو بتخططي الحمل، لأنها كمان بتأذي جدار المهبل وتزود احتمالات العدوى. طريقة الاستخدام الصح، خط رفيع على مدخل المهبل، 2 أو 3 على العضو الذكري، كفاية كده مش حمام سباحة. بس الأهم من المزلق معالجة الجفاف نفسه. أسباب الجفاف المهبلي: التهابات مهبلية، اضطراب هرموني، الرضاعة، الحمل، توتر. يعني مزلق مؤقت، لكن العلاج الحقيقي ممكن يكون فيه مرطبات موضعية أو كشف طبي بسيط. ليه العلاقة المؤلمة بتأخر الحمل؟ لأن الألم بيقلل الرغبة، والرغبة القليلة بتساوي عدد علاقات أقل، بتساوي فرص أقل للحمل. كمان الضغط النفسي بيزيد، وممكن العلاقة كلها تبقى مصدر قلق بدل ما تكون وسيلة تقرب بينك وبين شريكك. الخلاصة، إحداهن استبدلت زيت الزيتون بمزلق طبي صديق للحيوانات المنوية، بطلت الغسولات المهبلية وركزت على توقيت التبويض. العلاقة بقت أسهل وألطف، الضغط أقل، وحصل الحمل، مش لأن المزلق سحر، لكن لأنه سهل العلاقة وشال عقبة كانت بتعطل الطريق. دي كانت مدونة من مدونات للنساء فقط. تابعينا عشان تلاقي كل جديد. شكرا.